إصدار شهادات جديدة بأعلى عائد بالبنوك بديل الشهادات ال18%. تعال بينا نشوف الفايدة، بس قبل ما نبدأ الفيديو ياريت تدعمنا بلايك للفيديو، تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد. ما تنساش تاخد جولة في القناة فيها كل ما يخص البنوك واستثمار أموالك أفضل استثمار، من أول 1000 جنيه لأسفل الفيديو في أول تعليق. هننزل كل يوم بنك عن بديل الشهادات ال18%، فما تنساش الاشتراك وتفعيل الجرس واللايك للفيديو. تعال بينا نشوف الفيديو الجديد. شهادات ال18% التي تم ربطها سابقا بالبنك الأهلي وبنك مصر في مارس 2022، الآن بدأ العد التنازلي لهذه الشهادات، وسوف يتم نزولها في حسابات أصحاب الشهادات في حساباتهم البنكية. فتم تحصيل 750 مليار جنيه في ربط الشهادات 18% في عام 2022، والتي بدأ في مارس 2022 وبدأ انتهائها بداية من مارس 2023 القادم. والجميع حاليا يبحثون عن بديل لهذه الشهادات لتحقيق أعلى عائد، لأن هناك كثير بيعتمدوا على مصاريف بيوتهم الشخصية على عائدات الشهادات، ويبحثون عن أعلى عائد بسبب ارتفاع نسبة التضخم وزيادة الأسعار في السلع والخدمات. تعال بينا نشوف أول بنك بأعلى فايدة، وهننزل لك كل يوم بنك بديل لهذه الشهادات، فما تنساش الاشتراك واللايك ليظهر لك باقي البنوك. تعال بينا نشوف اول بنك بيصدر اعلى فايدة، وهو البنك العربي الافريقي. فروعه منتشرة على مستوى الجمهورية، بيصدر شهادة بعوائد مختلفة، فمنها الشهري ومنها في نهاية المدة. بيصدر شهادة بعائد 22.5% سنويا، بس الفايدة هنا بتصرف في نهاية مدة الشهادة وهي سنة ونصف. ويصدر شهادة أخرى بفائدة شهرية 20%، مدة الشهادة سنة ونصف في العام. الحد الأدنى لربط الشهادة هو 5000 جنيه ومضاعفاتها. كل يوم بنك هننزله بديل الشهادات ال18%، فما تنساش الاشتراك وتفعيل الجرس واللايك للفيديو.